معاكم دكتور محمد محروس. الشعور بالآخر هو الحاجة أساسية بتفرق بين الإنسان والمخلوقات التانية. الإنسان عنده قدرة يحس باللي حواليه حتى من غير كلام. ممكن في لحظة تشوف شخص تعبان أو سعيد من غير ما يقول لك أي حاجة، لكن أنت كإنسان بتحس وتفهم ده. اللي بيخلي العلاقات بين الناس أقوى ومتينة الشعور بالآخر، وهو مش مجرد طرف او اوبشن، ده احتياج حقيقي. لان من غير احساس هنلاقي نفسنا في عزلة اجتماعية، مش فاهمين بعض ولا قادرين نتواصل بشكل صحيح. حتى في العلاقات اليومية الشعور بالاخر بيبان في كل تفصيلة. لما تبص لحد وتحس انه مرهق وتساعده حتى من غير ما يطلب ده، او لما تشارك حد في فرحته وتكون سعيد ليه كأنها فرحتك الشخصية. المشاعر دي بتقوي العلاقات وتخليها أعمق. الشخص اللي بيقدر يحس باللي حواليه بيكون دايما محبوب ومقدر، لأنه بيشارك الناس مشاعرهم من غير ما ينتظر مقابل. لكن لو الإحساس ده اختفى الدنيا بتبقى صعبة جدا. انعدام الإحساس بيخلق مسافات بين الناس وبيعمل جدار من البرود العاطفي. الشخص اللي مش بيحس بحد تاني بيبقى زي المكنة، بيتعامل مع المواقف من غير مشاعر، وده بيأثر بشكل كبير على علاقاته سواء في الشغل أو في البيت أو حتى مع الأصدقاء. الناس اللي حواليه بيحسوا إنه بارد أو مش مهتم، وده بيعمل نوع من الجفاء والبعد حتى لو كان الشخص ده ناجح عمليا. انعدام الإحساس ممكن يخليه فاشل في علاقاته الشخصية. كمان انعدام الإحساس بيخلي الناس تفقد التعاطف. يعني الشخص اللي ما عندوش إحساس بالآخر مش هيفهم لما حد يكون محتاج مساعدة أو دعم، وده مش بس بيأثر على الشخص اللي معاه، لكن كمان بيخلق جو من الوحدة والانعزال، وده بيخلي العلاقات تنهار لأن مفيش تواصل حقيقي بين الطرفين. حتى في العلاقات الأسرية انعدام الإحساس ممكن يكون مدمر. لما الأب أو الأم ما يحسوش بولادهم، أو لما الزوج والزوجة يبطلوا يحسوا ببعض، العلاقات دي بتنهار بتدريج حتى لو استمرت شكليا، لأن الأساس اللي بيبني أي علاقة هو الإحساس المتبادل. لو ده مش موجود مفيش حاجة بتفضل قوية حتى لفترة قصيرة. مهما كان نوع العلاقة بتشيخ وتموت. أما في الشغل الشخص اللي ما يحسش بزمايله أو موظفينه بيخلق جو من التوتر وعدم الراحة. الناس بتحس إنه ما بيهتمش بيهم أو مش شايف تعبهم، وده بيأثر على الإنتاجية وكمان على الروح العامة في المكان. العكس صحيح، لو المدير او الزميل عنده احساس باللي حواليه الناس بتحس براحة وبتدي افضل ما عندها، لانها عارفة ان في حد مقدر تعبهم. الاحساس في العلاقات هو المية اللي بتروي النبات عشان يعيش وينتج عنه ورود وثمار. لكن لو مفيش احساس هتجف النبتة وتموت وتنتهي العلاقة مهما كنت فاكرها قوية وعميقة. في النهاية الإحساس هو اللي بيخلينا نعيش مع بعض في سلام، وبيخلينا نحس بإنسانيتنا. كل واحد فينا محتاج حد يحس بيه في وقت معين حتى من غير ما يطلب، لأن الإحساس ده هو اللي بيخلق روابط قوية حقيقية بينا. إحساسك هو اللي بيحدد أنت مين. إحساسك بالناس هو اللي بيخليك شخص متعاطف وطيب. إحساسك بالنعم هو اللي بيخليك شاكر ومرتاح. إحساس بالحب هو اللي بيخليك قوي ومكمل. الحياة رحلة مليانة إحساس، أنت بس اللي بتختار إزاي تعيش وتحس كل لحظة فيها.